السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن سؤال ويتفرع لأشياء كثيرة. سؤال جديد كبير جدا. كنت بتكلم كام شوية كده ولقيته لا يفقه السؤال ده شيء، وأنا برضه ما كانش عندي معلومات كافية بيه، فأنا حبيت أثقف نفسي وأثقف حضراتكم وأفيد نفسي وأفيدكم. فهو هتكلم عن الأنبياء والرسل. هتكلم يعني إيه نبي ويعني إيه رسول، وايه هو النبي وايه هو الرسول، وفي انبياء ورسول كلمة مطلقة او دي حاجة ودي حاجة، دي بتطلق على ايه وعلى ايه. يعني الحلقة دي حلوة وجميلة جدا كده، وعاوزة دماغ صافية ورايقة عشان تعرف تفرق ما بين من هو النبي من هو الانبياء. يعني تعرف ايه الفرق ما بين الانبياء، ويعني ايه الفرق ما بين الرسل، وكم عددهم، وهل سيدنا محمد نبي ورسول ولا هو نبي ورسول الاتنين مع بعض. ده هنحاول نتطرقوا في الحلقة دي. أول حاجة والصلاة والسلام على رسول الله. هبدأ أقول لك يعني إيه الرسول. الرسول هو إيه؟ هو من أرسله الله، أي أرسله للناس أو قومه برسالة. الرسول ربنا أرسله الله للناس أو لقومه برسالة. ماشي، خد بالك بقى إيه من التركاية اللي جاية دي. وكل رسول نبي، يعني أي رسول يبقى نبي. خلي بالك من الحتة دي، كل رسول نبي. لو جينا بقى نفرق يعني إيه نبي، هو المنبأ من الله. المنبأ من الله يعني ايه المنبأ من الله؟ أي نزله عليه الوحي ليدعو لعبادة الله. أي نزل عليه الوحي ليدعو لعبادة الله. وليس كل نبي رسول. خلي بالك، وليس كل نبي رسول. احنا قلنا في الرسول كل رسول نبي، يعني رسول ده نبي، يعني سيدنا محمد رسول ونبي كده، وهنوضح. أما كل نبي، ليس كل نبي برسول. ماشي، يعني خلينا عشان ايه بقى فاهمين المعلومتين كده، واحنا ماشيين واحده واحده ايه بنسرد الحكايه. طب ابن تيميه قال كلمه حلوه برضه في ايه في النبي والرسول والكلام ده. وقال ابن تيميه ان الرسول من ارسل الى قوم مكذبين، الى قوم مكذبين بالله وشريعته. يعني الرسول ارسل على قوم ضالين مكذبين بايات الله. طيب النبي ارسل الى قوم ماشي مؤمنين بالشريعه، يعني أرسل إلى قوم مؤمنين بالشريعة. ده كلام ابن تيمية. ماشي، عشان برضو إيه نبقى مفسرين مين اللي قال ومين اللي قالش. طب يا عم أحمد، إيه عدد الأنبياء؟ عدد الأنبياء والرسل. ماشي، عدد الأنبياء والرسل. عدد الأنبياء 124,000 نبي. الرقم ده هو ده فعلا الرقم الحقيقي اللي زي ما أنا بكلمه كده، 124 نبي. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل إن عدد الرسل ليس 25 اللي ذكروا في القرآن، بل 315 رسول. يعني 124,000 نبي، 315 رسول. ده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وليس كلامي. حلو الكلام ده. طيب دي في أنبياء ذكروا في القرآن، وفي أنبياء طبعا كتير لم يذكر في القرآن. حتى ذاكرا إن في التفسيرات والكلام دوت اللي فيه كان عدد كبير من الأنبياء والرسل بتنزل لبني إسرائيل ويقتلوهم. كان ممكن ينزل لهم في اليوم 3 رسل ويقتلوهم. قوم بني إسرائيل يقتلوهم، بمعنى يقتلوهم. فخلي بالك، يعني من أول سيدنا آدم إلى آخر الأنبياء سيدنا محمد 124 نبي، 115 رسول. يعني ده كلام للدراسة للعلم. في كتير مننا ما يعرفوش، مش عارفين ايه الفرق، ايه النبي وايه الرسول. يا عم صلي على النبي، يا عم صلي على الرسول. يعني وانت مش عارف مين النبي ومين الرسول، او المعنى الحقيقي من الله الرسول الذي ارسل لقومه برسالة. يعني الكلام ده برضو كلام خطير، عاوز يعني ايه الناس تستوعبه، تبقى عارف ان نبيك محمد نبي ليه، او رسول ليه، او نبي ورسول ليه. تبقى كده انت فاهم، انت وعيك للدين وصل لغايه ايه عدد الانبياء كما يعرفها. ما يقولكش احفظهم او احفظ ال 25، لا، تبقى عارف وواعي ده ايه وده ايه. طب عدد الانبياء اللي ذكرت في القران الكريم قلنا 25. سيدنا ادم، سيدنا ادريس، سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا ابراهيم، سيدنا لوط، سيدنا ذو الكفل، وان كان في اختلاف في الكفل ان كان نبيا أو رسولا عامة يعني، أو رجل صالح لم يذكر أي شيء عنه. سيدنا أيوب، سيدنا إسماعيل، سيدنا إسحاق، سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف،
سيدنا شعيب، سيدنا موسى، سيدنا هارون، سيدنا يونس، سيدنا عيسى، سيدنا داود، سيدنا سليمان، سيدنا زكريا، سيدنا يحيى، وآخر الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دول 25 مع الاختلاف ذو الكفر، هل كان رسولا أو نبيا أو لا كان رجل صالح. وفي كذا الأحوال احنا ما يهمناش أو ما نحبش نتطرق لشيء لم يذكره الله في كتابه أو الرسول في أحاديثه. ما نحاولش نتطرق بقى نفسنا وندخل نفسنا، لا يا عم ده نبي، لا يا عم ده رسول، ده كان صالح، ده كان مش عارف ايه، ده كان ايه. لا احنا كده عرفنا وخلاص على كده، ما يفيدناش احنا نعرف اكتر من كده، ولا هيزودنا ولا هينقصنا. فدي كانت حاجة اختصار كده عن الأنبياء، الفرق ما بين النبي وما بين. حاولت أبسط الموضوع على قد ما قدرت وأفدتكم فيه بحاجة كده مفيدة، وده كان كل ما لدي في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.